إحنا النهارده بنتكلم مش بس الأطباء اللي شايفيننا، لكن كمان الناس شايفانا، وفي ناس دايمًا تيجي تسألني سؤال هو إيه لازمة المؤتمر أصلًا؟ أنا استفدنا إيه وبهرجة وناس داخلة وناس خارجة وزحمة ودوشة وبتاع، إيه لازمة المؤتمر الطبي عامةً للناس اللي هم الpatient اللي هو المريض استفاد إيه أصلًا؟ بُص أقول لحضرتك، الفكرة إن إحنا كنا يعني كان ماشي بالنسبة لنا إن إحنا كنا بنتخرّج، نحضّر دبلوم، نحضّر ماجستير، وبعدين يخش في سوق العمل، يشتغل بقى في المستشفى وفي العيادة بتاعته الخاصة. الجزء اللي اتعلمه العلم دايمًا اللي ما بيزيدش بينقص، معروف. وبالتالي أنا النهارده طب هازوّد منين؟ يعني فاهم إزاي؟ الجامعة اللي كنت باروحها خلاص بقت بعدت عني المسافات، وبقى ليّا حياتي الخاصة، بقى ليّا عيادتي الخاصة، عشان أروح مش هاحضر بقى تاني. طب هنحضر مؤتمرات، الجامعات لها دور عظيم جدًا في الجزء الأكاديمي معظمه، وده اللي إمم، بيدّينا في الآخر الأبحاث اللي بنشتغل عليها لينا ولغيرنا. إمم، ولكن الجزء العملي التطبيقي يمكن ده لمّا نروح حتى نحضر مؤتمر مع مشقة السفر ونروح الجامعة دي والجامعة دي والجامعة دي، بنلاقي برضه جزء يمكن ومش كل الناس بتقدر، مش كل الناس بتتواصل لده. لكن يمكن حتى اللي بيسافروا المؤتمرات بيبقوا كبار الأطباء اللي الشركات تقدر تدعّم، صغار الأطباء شوية صعبة. طب إزاي نعامل المعادلة الصعبة إن أنا النهارده بقى في الupdate يوصلني، ما يبقاش جاي لي مثلًا معلومة من شركة، مع احترامي طبعًا للشركات، المندوب بيبقى biased شوية لأنه بيدّي فكرة عن منتجه إن ده أحسن إمم، حاجة في الدنيا، لكن عايز المعلومة من مصدرها، بس بشكل مبسّط يوصل للدكاترة، حاجة تطبيقية أشتغل بيها النهارده. أنا مثلًا جِبنا كام واحد وقِسنا فيهم كذا وطلّعنا نتيجة كذا وبحث كذا ونشرناه، ده مهم جدًا للبحث العلمي والتطوير. لكن اللي أنا هاشتغل بيه أنا على الأرض بقى إيه اللي هاشتغل؟ فكانت فكرة العلم المُبسّط يوصل للناس إزاي؟ عن طريق إن ربنا سخّر لنا سادة أساتذة عظام، إمم، لنا صِلة جيدة بيهم، وبالتالي كُنّا إحنا وسطاء إن إمم، هم يشرّفونا وييجوا لنا لحد عندنا عشان الناس اللي موجودة في بورسعيد والقريبين، زمايلنا من دمياط، زمايلنا من إسماعيلية، يقدروا يوصلوا بسهولة ياخدوا العلم النافع. الدكتور عارف النهارده إن المضاد الحيوي ده خلاص، لأ المضاد الحيوي ده كذا، الميكروب الفلاني، الدوا الفلاني ده خلاص ما عادش الدوا الفلاني، جرعات العلاج كذا، التشخيص بقى بيمشي بالطريقة الفلانية بدل الطريقة العلانية. ويمكن ده كمان اتجاه إحنا بنشتغل بيه دلوقتي، يعني في هيئة الرعاية الصحية والتأمين الشامل بدأ يبقى في بروتوكولات نشتغل بيها ولازم ندرّب عليها ولازم نطبّقها ونراجع التطبيق بتاعها فعلًا والّا لأ ونتايجها.